قام بعملية السطو المسلح؟ هل هما من المنطقة؟ لا مش من المنطقة خالص، وبعدين هم قالوا اساميهم في الفيديو. نعم. ومتى وقعت عملية السطو سيد كريم؟ الساعة 3 صباحا يوم 25. نعم. يعني هل تقدمت ببلاغ للنيابة وأين وصل الموضوع؟ اتصلت بالنجدة وعملت بلاغ في اسم المنتدى اول، وتاني يوم رحت النيابة وعملت تقرير طبي لان انا في رقبتي فيه جروح. ووكيل النيابة امر بتحريات المباحث، ولسه تحريات المباحث شغالة. نعم. طيب ماذا عن حجم الخسائر التي لحقت بالمحل من جراء هذه العملية؟ حوالي 50,000 تقريبا أو 45. نعم. شكرا لك جزيل الشكر السيد كريم يوسف، صاحب أحد المحال التجارية التي تعرضت للسطو المسلح مؤخرا في مدينة الإسكندرية. بذلك مشاهدينا وصلنا